مرحباً في ساندويتش إنجليزي. هنا مش هتلاقي دروس تقليدية ولا حفظ ممل. هنا هتلاقي كل جملة بتقولها بالعربي في يومك بتتحول ببساطة لجملة إنجليزي زي الأجانب. سواء كنت في البيت، في الشغل، أو بتتكلم مع أصحابك، كل موقف وكل كلمة هنحولها مع بعض لوجبة إنجليزي لذيذة وسهلة. مع ساندويتش إنجليزي هتتعلم تنطق، تفهم، وتتكلم بثقة، وكأنك بتتعلم من الحياة نفسها. انضم لينا وخلي لغتك تاخد نقلة جديدة. ساندويتش إنجليزي، اللغة اللي هتعيشها كل يوم. في حلقة النهاردة من ساندويتش إنجليزي هنتكلم عن جمل بنستخدمها وإحنا بنروح السوبر ماركت. الجملة الأولى I'm going to the supermarket معناها أنا رايح السوبر ماركت. دي عبارة بتتقال لما تكون ناوي تروح السوبر ماركت علشان تجيب حاجات. التركيبة I'm going دي اختصار I am going وبتعني أنا رايح أو أنا ذاهب. to the supermarket دي بتوضح وجهة الرحلة، يعني المكان اللي رايح ليه وهو السوبر ماركت. الجملة بسيطة ومباشرة وبتستخدم في الحياة اليومية لما تكون رايح تجيب حاجات من السوبر ماركت. البديل الأول I'm heading to the store. الشرح الجملة دي معناها برضو أنا رايح المحل، وبتستخدم بنفس الطريقة لما تكون رايح تشتري حاجات. كلمة heading تعني إنك متوجه أو متجه للمكان ده. I'm heading معناها أنا متوجه أو أنا رايح. to the store يعني إلى المحل، ودي ممكن تكون أي محل مش شرط سوبر ماركت، لكنها نفس الفكرة. البديل التاني I'm off to grab some groceries. الشرح الجملة دي بتدي إحساس إنك خارج مخصوص عشان تشتري شوية حاجات. كلمة grab هنا بمعنى أجيب أو أحصل عليه. I'm off دي تعبير معناه أنا خارج أو أنا ماشي عشان أعمل حاجة. to grab some groceries يعني عشان أجيب شوية بقالة، وهي طريقة لطيفة لقول إنك رايح تشتري حاجات من السوبر ماركت. Do we need anything from the store؟ المعنى إحنا محتاجين حاجة من السوبر ماركت. الاستخدام الجملة دي بنستخدمها عشان نتأكد قبل ما ننزل لو في أي حاجة ناقصة نشتريها. التركيبة Do we need هل إحنا محتاجين؟ Anything from the store المعنى إحنا محتاجين حاجة من السوبر ماركت. Do we need to pick anything up؟ هل إحنا محتاجين حاجة من السوبر ماركت. To pick up نجيب أو نحصل anything. التركيبة كلها بتدي نفس المعنى. هل إحنا محتاجين نجيب أي حاجة؟ Are we out of anything؟ هل إحنا out of خلصان عندنا أو مش موجود. anything أي حاجة. التركيبة دي معناها في حاجة ناقصة عندنا. I just need a few things. المعنى بالعربي أنا بس محتاج كام حاجة كده. الجملة دي بتتقال لما تكون مش ناوي تشتري حاجات كتير، يعني مجرد شوية حاجات بسيطة. التركيبة I just need أنا محتاج بس a few things يعني شوية حاجات أو كام حاجة. بتستخدمها إمتى؟ لما تكون عايز توضح إنك مش ناوي تعمل مشوار تسوق كبير بس محتاج حاجات قليلة. بدائل نيتيف I only need a couple of items. المعنى أنا محتاج بس كام غرض، وهنا couple of items بتعني غرضين أو حاجتين، لكن بتستخدم أحياناً للتعبير عن عدد قليل من الأشياء. يعني I only need أنا محتاج بس a couple of items أو غرضين. Just grabbing a few bits يعني هجيب شوية حاجات بسيطة. هنا grabbing معناها أخذ أو جلب، bits يعني حاجات بسيطة أو قطع صغيرة. Let's make a shopping list. المعنى بالعربي يلا نعمل لستة بالحاجات اللي هنشتريها. بتتقال لما تكون عايز تنظم المشتريات عشان ما تنساش أي حاجة. Let's يعني يلا أو خلينا. make يعني نعمل أو نعد لستة مشتريات أو قائمة بالحاجات اللي هنشتريها. بدائل نيتيف Let's write down what we need. المعنى يلا نكتب الحاجات اللي محتاجينها. Let's يلا write down يعني نكتب أو نسجل what we need الحاجات اللي محتاجينها. Let's plan our groceries المعنى يلا نخطط لمشتريات. Where's the shopping cart؟ معنى بالعربي فين العربية بتاعت الشوبينج. الشرح الجملة دي بتتقال لما تكون في السوبر ماركت وبتدور على عربية المشتريات اللي بتحط فيها الأغراض وعايز تعرف مكانها. التركيبة where's فين اختصار where is العربية بتاعت المشتريات. بدائل نيتيف where's the trolley في أماكن تانية بنسميها ترولي، نفس الفكرة بسك تستخدم كلمة ترولي اللي هي كلمة شائعة في بعض الدول بدل كارت. التركيبة where's فين the trolley العربية مصطلح بديل لكارت. Do we have a cart يعني هل معانا عربية؟ The milk is in the dairy section.
معنى الجملة بالعربي اللبن في قسم الألبان. التركيبة The milk is اللبن موجود in the dairy section في قسم الألبان. البدائل النيتيف You'll find milk near the cheese معناها بالعربي هتلاقي اللبن جنب الجبنة. التركيبة You'll find هتلاقي milk near the cheese اللبن جنب الجبنة. الجملة It's in the fridge section معناها إن اللبن موجود في قسم التلاجات، يعني في المكان اللي فيه المنتجات اللي بتتحفظ في التبريد. Grab a loaf of bread الجملة معناها هات رغيف عيش. التركيبة grab هات أو خد بسرعة، a loaf of bread رغيف عيش. الجملة بتتقال لما تطلب من حد يجيب لك رغيف عيش، يعني حاجة سريعة ومباشرة. Get some bread هات شوية عيش. Pick up a loaf التقط أو خد رغيف. We're out of eggs. المعنى الجملة دي معناها إن البيض اللي كان موجود في البيت خلص وما دقاش فيه ولا بيضة، ودي بتعني إن الحاجة خلصت من عندنا. We're out of stock معناها إن المخزون خلص، ودي بتتقال مش بس على البيض لكن على أي حاجة تانية مش متوفرة. We've run out of eggs نفس المعنى بالظبط، وبتوضح إن البيض كان موجود وخلص. كده let's get some fruit معناها يلا نجيب شوية فاكهة. بنستخدمها لما نكون عاوزين نشتري فاكهة وإحنا جوه السوبر ماركت أو بنخطط نشتري فاكهة. التركيبة let's get يلا نجيب أو خلينا نجيب، وهي صيغة حث أو اقتراح للقيام بفعل معين. some fruit شوية فاكهة أي كمية من الفاكهة بشكل عام. بدائل نيتيف let's grab some fruit برضو معناها يلا نجيب شوية فاكهة بس بشكل أكثر عفوية. We should get some apples and bananas يعني إحنا المفروض نجيب تفاح وموز، ودي بتحدد أنواع الفاكهة اللي هنجيبها. Let's grab يلا ناخد أو يلا نجيب نفس معنى let's get بس بطريقة مختلفة شوية. Some fruit زي ما هي we should get يعني إحنا المفروض نجيب تفاح وموز، ودي بتحدد أنواع الفاكهة اللي هنجيبها. الجملة do they have fresh vegetables بتسأل لو المكان اللي انت فيه بيبيع خضار طازة. التركيبة do they have عندهم fresh vegetables خضار طازة. البدائل النيتيف do they sell fresh produce يعني هم بيبيعوا منتجات طازة، أو is the veg fresh here يعني الخضار هنا fresh. الجملة دي مفيدة لما تكون عايز تتأكد من جودة الخضار قبل ما تشتري. do they sell fresh produce المعنى هم بيبيعوا منتجات طازة. التركيبة do they sell هم بيبيعوا fresh produce زي الخضار والفاكهة اللي لسه طازة من المزرعة. البديل التاني is the veg fresh here الخضار هنا fresh. is هل the veg الخضار fresh طازة here هنا. البدائل دي بتستخدم للتأكد من جودة الخضار أو المنتجات الطازة في أي مكان بتسأل فيه. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة عن جمل السوبر ماركت، لكن لسه المشوار ما انتهاش. استنونا في الحلقات الجاية، عندنا جمل كتيرة بنستخدمها في السوبر ماركت وفي مواضيع تانية هتساعدكم تتكلموا بطلاقة في كل مواقف حياتكم اليومية. تابعونا علشان تلاقوا أكتر وأكتر، واستعدوا لحلقات مشوقة عن نفس الموضوع ومواضيع تانية كتير. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، وهتلاقوا الجمل موجودة في الديسكريبشن تحت علشان تقدروا تحفظوها بسهولة. أشوفكم الحلقة الجاية، وما تنسوش تقولولي بتتابعوني من أي بلد.